مرحبا أعزائي المتابعين، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم عنا وصفة الكباب باذنجان على الطريقة الحلبية. رح نحضرها بطريقة كتير سهلة وبسيطة وبطعم ولا أروع من هيك. تابعوني لنشوف المقادير طريقة التحضير. أول شي بحتاج لكيلو باذنجان. هذا شكله اللي شايفينه بالفيديو، ما لازم نستخدم المدعبل. بقشره بشكل ربع، يعني بكب الربع القشر وبخلي الربع التاني. هلا بقطعه بشكل كرات متساوية أو دوائر، لازم يكونوا تقريبا بنفس الحجم. بكمل الكمية كلها بنفس الطريقة. هلا هيك بعد ما خلصنا راح نحط عليه تقريبا نصف معلقة ملح، بنحركهم مع بعضهم وبنتركهم لمدة 10 دقايق بس لحتى تطلع مية الباذنجان. ممكن نتركه أكتر شوي كمان، ما في أي مشكلة. هلا هيك بعد مرور 10 دقايق مثل ما لكم شايفين على الباذنجان في حبيبات ماء داب الملح وطلعت مية الباذنجان. بهالطريقة هاي بنمنع الباذنجان يغب زيت كتير. هلا بعد مرور ال10 دقايق بنحطه على فوطة نظيفة ومنشفه. بنحاول نغب المية اللي بالباذنجان. شوفوا معي الصينية كيف فيها مية الباذنجان. بنحاول ننشفه بشكل منيح. هلا بنحط المقلاية على النار ونضع فيها كمية بسيطة من الزيت النباتي. نستنى عليه شوي ليحمى. بعدين بننزل قطع الباذنجان نص الكمية. هلا تقريبا كل 30 ثانية او اكتر شوي بنقلب الباذنجان للطرف التاني لبين ما ياخد لون ذهبي. بنرفعه على النار على فوطة نظيفة لحتى نتخلص من كمية الزيت المتبقية بالباذنجان. مثل ما انكم شايفين معي بهالطريقة هاي حافظنا على شكل الباذنجان وبنفس الوقت ما اخد معنا زيت كتير. رح نحتاج كمان لنص كيلو لحمة مفرومة ناعمة، رح تكون ربع مدهنة بس. ملح حسب الرغبة. بابريكا حلوة نصف معلقة صغيرة أو فلفلة حمراء. فلفل أسود نصف معلقة كبيرة. بهار حلبي نصف معلقة كبيرة. 7 بهارات مشكل. نخلطهم كتير منيح. نحن بنقلها هاي اللحمة اسمها الكبابة. نخلطها كتير منيح مع التوابل. بعدين ناخد منها شكل قطع صغار ونعملها كرات صغيرة تقريبا حجم بيضة متوسطة أو بيضة صغيرة، الحجم اللي انتو بدكن اياه. بنفس المقلاية اللي قليت فيها الباذنجان بضيف فيها شوية زيت فوق الزيت المتبقي.
وبحط كرات اللحم فوق الزيت الحامي. انا هون حطيت كل الكمية عندي، بقلبها بس لبين ما يتثبت شكلها وشوحها شوي، بعدين برفعها من الزيت. بنفس المقلاية رح حط عندي شرائح من البندورة، حبتين بندورة وسط، حبتين فلفل ملونة، وحبة بصل كبيرة. شوحهم على النار لحتى يستووا نص استوى. عندي رشة ملح حسب الرغبة طبعا، ورح حط كمان رشة فلفل اسود، كمان البهار حسب الرغبة، لحتى تكون عنا المقادير كلها بنفس التبلة. منضل منقلب فيهم بس لحتى تنشف مية الخضار، بعدين نرفعهم على جنب. هلأ هيك مكوناتنا صارت جاهزة لحتى نطبقهم بالصينية. هلأ رح نحتاج لصينية. عندي الصينية هون 30 سنتي، بنرتبهم بهالشكل مثل الفيديو. ممكن انتو ترتبوهم بغير شكل على كيفكن. بعد ما رتبنا الباذنجان والكباب، هلا رح نحط كل الكمية المتبقية عنا. حطينا كل الكمية بالصينية. رح نحتاج كمان لنص كوب ماء عادي من الحنفية، مع معلقة كبيرة دبس بندورة. بنحركهم كتير منيح ومنضيفهم فوق صينية الكباب. هون انا وعم بشتغل كنت محمية الفرن عندي مسبقا على درجة الحرارة 200. لازم نحطهم على اعلى درجة عنا حتى يستووا بسرعة وما تنشف عنا الخضرة. تقريبا بياخدوا وقت ربع ساعة او اكتر شوي حسب نوعية الفرن، بس لبين ما تاخد الكبابة والباذنجان اللون. ممكن هون نحط لهم فحم نفحمهم، بتطلع كمان طعمة الكباب مشوي. هاي النتيجة هون بعد ما خلصت الصينية. ممكن نزينها برشة بقدونس. انا قدمت جنبها رز بشعيرية. عن جد بنصحكن كتير تجربوها، طريقة كتير سهلة بنفس الوقت طعمها كتير مميز. اذا عجبكن الفيديو لا تنسوا تدعموني بلايك، واذا انتوا جداد على القناة لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا كتير لكم لحسن المتابعة، وباي باي.